أريد أن أعرف سيد الرئيس دكتور محمد مرسي عندما يشاهد هذا الكم الهائل من ألوان السخرية، الهجاء أحيانا، السب أحيانا، الانتقاد، ماذا تقول في قرارة نفسك؟ تضحك أم يتعكر مزاجك أم ماذا؟ أنا إنسان يعني أفرح ويتعكر مزاجي أحيانا، وإن قلت غير ذلك يعني أخالف الفطرة، ولكن أنا في مجمل الأمر يعني سعيد جدا بهذه المرحلة الانتقالية لكي تنتقل مصر من الدكتاتورية إلى الديمقراطية، من غياب الحرية ومن العبودية للأشخاص إلى حرية كاملة في ممارسة كل أدوات ووسائل الحياة العامة، من التهميش والتخلف والتراجع إلى الحضارة والنهضة والنمو. يشوب ذلك بعض الأمور، بعضها قليل جدا منها يمس شخصي. أنا قلت قبل ذلك أنا ليس لي حقوق وإنما علي واجبات، لكن ما يمس أمن المجتمع عندما يصاب رئيس الدولة كجزء أساسي ورئيسي ومعبر عن الشعب المصري، هذا خطأ وهذا تجاوز. طيب. لا ينبغي أن يكون حرصا على ماذا؟ حرصا على مصر وصورتها التي يجب أن تكون ثوبا أبيضا ناصعا دائما. هذه النقاط السوداء التي أقصدها بهذا القول في هذه المرحلة أغض الطرف عنها، لكن لا أريد لمن يتجاوز أن يستمر في تجاوزه، أو أنت قلت الإهانة. أنا لا أقبل الإهانة، ولكن قد أغض الطرف عن تجاوز البعض، وهذا أمر طبيعي. أعتبر أن هذا من طبيعة المرحلة ومن الصبر على بعضنا البعض. أقدم في ذلك النموذج علم الله لهذا الوطن، لهذا الشعب، لكي نتحمل ويتحمل بعضنا بعضا. لكن أقول لهؤلاء وأعتبرهم مني لا مجال للإساءة لمصر. انظروا إلى العالم وكيف تقدم له صورة مصر. يجب أن تكون ثوبا ناصعا، وستكون إن شاء الله ببعض المعاناة مني ومن آخرين أيضا يساء إليه، ولا أريد أبدا أن أقابل السيئة بالسيئة بتاتا. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هؤلاء أبنائي، إخواني، أشقاء الوطن، المصريين، القضاة، الإعلام، المهندسين، الأطباء، الفلاحين، المنتجين، لهم مني كل التحية على الوفرة في الإنتاج والجهد والعرق. السائقين، الرجال، النساء، المسلمين، المسيحيين، أريدهم أن يعرفوا أن رئيسهم إن تحمل شيئا فإنما يتحمله من أجل هذا الوطن حسبة لله سبحانه وتعالى، حتى يصبروا. البعض يقلق من الإساءة للرئيس، أقول لهم اصبروا معي. والبعض يسيء، بعض قليل جدا يسيء، أقول له يجب أن تجد من نفسك من الأخلاق الحميدة ما يمنعك من أن تفعل هذا. لن أستخدم سيف القانون أو حق الرئيس ضد الرأي الآخر، لكني أدعو صاحب الرأي الآخر أن يكون موضوعيا، أن ينتقد كيفما يشاء ويحلل كيفما يشاء، ولكن الإساءة أو بين قوسين كما قلت الإهانة أو تشويه صورة مصر أو محاولة تعويق الثورة لن ينجح أحد في هذا. هذا أمر يمضي إلى الأمام بالضرورة إن شاء الله. السيد الرئيس، لو طلبت